بس بقول لك حاجة، أنا خايف من العالم تنقد عليك، يقولون أخونا من مصر. وش ذا؟ وش ده يعني؟ غدا غدا يا اخويا، ولا الحوبه الاشكال. احنا ولاد خير وولاد نعمه يابا، وبنمسك على نفسنا، مش مستنيك تغديني. طيب حسبت أخوك؟ اخويا مين؟ أخوك خالسي. ليه ما اكلتش رز هناك؟ اهو بروستك اهو، ماله البروستك زي الفل، وخبز وتوم. أنت عامل البرست إيه؟ اهو بيمشي. يعني أنت من أول تعب بالبرست إيه؟ اهو بناكل يابا وخلاص. الحمد لله. يجيك البرست مغرمش ومظبط. كيفك؟ ولا الحوجه ليه؟ صحة، جعله صحة وعافية. بس تعرف ان هذه نقدة في حقك، انك تجيب لنفسك وما تجيب لربعك واخوياك، هذا عيب. ليش يا اخويا اجيب لهم اصرف عليهم ليه يا اخويا؟ نقدة في حق. شقلون هيقول علي طرطرين ومش لاقيين تاكلوا، ما كل واحد يجيب لي يروح ينقب لو لنفسه. انك جيت جبت حق، جبت حق 10 جبت حق رابعه. واجيب لهم ليه من بيت اهلي هم؟ عيب افهم. عيب ايه عيب شقلون. يا اخويا اللي يقول يا اخويا، كل عايز حاجه يروح يشتريها يابا. كاتشب فين يابا؟ انت قاعد جنبي؟ يعني راحت. طب البرست. بس بقول لك حاجة، أنا خايف من العالم تنقد عليك، يقولون أخونا من مصر، من دولة عرفت. هيجيب لي مصر، هيجيب لي مصر، طلع مصر من الموضوع. بس أنت تنتمي إلى دولة شقيق. قلنا لك طلع مصر من الموضوع. بكره بشقلون يقولون هذا وليد باشا، ولد النعمه، وهذا مع 7 ربعه. يعني اسف عليكم يعني. مش عاجبك تسلمي عاد، مو بجيب لك البرص. وبعدين يعني وبعدين معاك الدم يا شيخ. طب البرست. بس برضو انت من دولة عظيمه. يا عم انا لك طلع مصر من الموضوع. ما يصير. احنا ثابتين بقى. لا قلت اجيب حق ربع انا عشان واحد، جبت لي واحد. ليش؟ بيض الله وجهك.